ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. شايفين المنظر؟ بالامانة كده شكله بيشهي. خلاص العيد دخل علينا وكمان شم النسيم، ونبقى عايزين نعمل كده حاجات تكون فيها الوان كتيرة والوان حلوة نفرح بيها اولادنا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الترمس باسهل واحلى طريقة. طبعا الترمس مش بس ان احنا بنسلقه وبنملحه وناكله، لا، ليه طرق كتيرة وليه اطعمة كتيرة نعملها كأنك بتاكلي احلى ترمس ممكن تعملوه. بالامانة كده طعمه بيبقى خيال. وكمان هنلونه كده عشان نفرح اولادنا ونفرح ضيوفنا، ونعمل مع بعض كده شيكوبون ترمس لاحلى اولاد. شايفين المنظر؟ فيلا بينا كده نشوف هنعمل ازاي مع بعض واحدة واحدة. في الاول معايا هنا الترمس بتاعي ده كيلو من الترمس، بس الترمس الحلو مش المر. طبعا الترمس له نوعين، منه المستورد والبلدي. انا هستعمل النهارده اللي هو المستورد اللي هو الحلو، لانه مش بياخد وقت، لكن البلدي بياخد كده حوالي 3-4 ايام عشان تحضريه ويكون طعمه حلو. فاحنا النهارده ده مش هياخد معانا وقت خالص. اول حاجه بنعملها ان احنا بننجد الترمس، يعني لو في حبايه كده تكون معطوبة أو مسوسة أو مش نظيفة، كمان فيه شوائب، فكله كده بننجيه كويس خالص. وبعد ما بننجيه بنغسله كويس مرة واتنين وتلاتة تحت الحنفية، وبعد كده بننقعه في المية. أنا بنقع الترمس هنا ليلة كاملة، يعني مثلا عملته امبارح هسويه النهاردة. تمام. قاعد معايا كده في المية لغاية ما بتكبر الحبة بالشكل ده بتتضاعف. بنغير المية طبعا مرة واتنين وتلاتة في اليوم عشان ما يعملش ريحة، وخاصة في الجو الحر. تمام. بعد ما نقعناه كده ليلة كاملة، شطفناه كويس وغيرنا المية ورحنا عند البوتاجاز، حطينا الحلة فيها مية، هنزل فيها كده بمعلقة ملح كبيرة. بعد كده هنزل بكل كمية الترمس، وهقول لكم ليه انا حطيت ملح، وكمان هنضيف مكون تاني معانا. بعد ما هنحط كل الكمية النار هنا بتكون عالية. تمام. بسيب النار عالية على الترمس لغاية ما يبتدي يغلي. وهنا بقى بنعصر نص ليمونة، يبقى انا كده ضفت معلقة ملح ونص ليمونة، ممكن تستغنى عنهم لو انت حابة، بس دول بالأمانة بيفرقوا جدا في طعم الترمس، بيكون مملح اكتر وطعم الليمون باين فيه. وكمان بيخلي القشرة بتاعت الترمس تمسك عليه، ما تطلعش كده وهو بيغلي ويستوي وتعوم على وش المية. تمام. بعد كده وهو بيغلي هيبتدي كده يطلع رغوة، هنبتدي نشيل الرغوة كده أول بأول لغاية ما يغلي معايا الترمس كويس خالص. شيلنا كل الرغوة. طبعا الرغوة لما بتشيليها بتخلي الترمس لونه فاتح، وبيكون كمان طعمه أحلى. بعد كده غلى هنهدي النار وهنغطي الحلة كده، نسيب فاصل كده في الغطا متكتموهوش. سيب الترمس على النار من ربع ساعة لتلت ساعة بيكون استوى معاكي. ده لو انت نجعاه ليلة او 12 ساعة، تمام، مش اقل من 12 ساعة. لكن لو انت هتنجعيه ساعتين او 3 طبعا هياخد وقت تسوية اكتر، وعلى حسب نوع الترمس. انا هنا بالظبط تلت ساعة وكان استوى معايا. وشايفين كمان ولا قشرية عامت على وش المية، الترمس كله القشرة بتاعته متماسكة ولونه تحفة. بس كده تمام. هنغطي الحلة وهسيبها كده، طبعا انا طفيت النار، هسيب الحلة كده متغطية لغاية ما الترمس يبرد. تمام. بعد ما يبرد معايا هبتدي بقى نشوف هنعمل احلى ترمس باحلى طريقة. هشيل نص الليمونة اللي احنا حطيناه، وادي الترمس بالمية بتاعته هنركنه كده دلوقتي على جنب. بكون غالية مية ومبرداها، يعني انا بستعمل مية مغلية ومبردة افضل من مية الحنفية عشان الترمس يعيش معاكي فترة اطول وما يعملش ريمة كده من على الوش. بالنسبة للملح، الملح بقى على حسب الذوق، يعني انتوا حابينه مملح زيادة حابينه عادم، فانت هتحطي الملح وهتدوقي. فانا الاول كده بحط ملح قليل، وبعدين بشوف لو محتاج ملح كمان بزود. هنا حطيت معلقتين ملح على اللتر مية، وبعد كده بجيب برطمان هنعمل اول نوع ترمس. بالامانة كده بيبقى تحفة حلو جدا جدا. حطيت كده حبة مية حوالي كده مج مية، ضفت عليهم بقى معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة شطة، ممكن تزود الشطة على حسب الطلب، حابينه مشطشط فهتزودوا. تمام. هدوب كل الكلام ده كده مع بعض، الملح والليمون والكمون والبابريكا وكمان الشطة، وهضيف عليهم كده حوالي معلقتين 3 خل. تمام. كل ده هيتدوب، وبعد كده هنضيف الليمون على حسب طلبك وعلى حسب الكمية والطعم والمزازة اللي انتوا حابينه. شايفين المنظر؟ تحفة. هنعصر الليمون. هنا ده احنا عملنا احلى ضجة الترمس. بالامانة بتخلي طعم الترمس خيال. احلى ترمس ممكن تعملوه وتاكلوه.
زي اللي بنشتريه من بره او بناكله على العربيات بره كده على الكورنيش. هنا بقى انا هدوج الميه بتاعتي اللي انا عملتها اللي هحط فيها الترمس، حسيت ان هي محتاجه ملح فزودت كمان ملح، يعني الملح ده على حسب الطلب بتاعي. انا هنا كيلو الترمس قسمته على 3، عملت اول كمية منه بالدقة زي ما انتوا شايفين كده، فهاخد بقى كمية من الترمس هصفيها كويس من المية اللي هو استوى فيها، وبعد كده هعبيها في البرطمان على المية اللي انا دوبت فيها الشطة والكمون والبابريكا. ممكن تضيفوا كمان توم لو انتوا حابين فريش، او تضيفي توم بودرة، بس انا الصراحة بكتفي باللي انا حطيته ده، ما بحبش احط عليه توم. حطينا كده كل كمية الترمس في البرطمان، وكمان حطيت شرايح الليمون، وبس كده. شايفين المنظر ده غير الريحة؟ بالامانة كده تحفة. المية دي بتتشرب والترمس بيتاكل بالقشر بتاعه من الحلاوة بتاعته والطعامة بتاعته. ده كان اول برطمان معانا. هاخد كمان كمية من الترمس، وتعالى نشوف بقى هنعمل بايه. هنعمل احلى شيكوبون للاولاد. هنعمل الترمس الملون بطريقة حلوة جدا. هاتي بقى الترمس اللي عندك وابدأ قسميه كده في بولات على حسب الالوان اللي انت هتعمليها. انا قعدت اخترع بقى واحط الوان على بعضيها ومش زي ما شفتوا في الاول الالوان طلعت معايا ازاي. حطيت كل كمية كده من الترمس، وادي كمان الالوان دي الوان صحية، الوان طعام بتتباع عند العطار، فهتجيبيها وتستعمليها. هحط على كل كمية كده لون. ده الأول اللون اللي هو الموف، حطيت كمية منه. ده اللون الأحمر، حطيت هنا على طبقين لون أحمر. أول طبق هسيبه زي ما هو أحمر سادة، والطبق التاني حطيت عليه أحمر، هضيف كمان عليه لون أصفر عشان يديني لون أورنج. تمام، يعني الشاطر في تركيب الألوان هيعرف يركب، أنا كنت بلخبط وخلاص الصراحة. الطبقين التانيين دول حطيت عليهم لون أخضر، واحد هسيبه أخضر سادة والتاني حطيت عليه أخضر وأحمر. تمام كده. بعد كده هنحط عليهم المية، برضو المية دي مملحة، احنا حطينا عليها ملح. وهضيف كده على كل بولة كمية من المية، وهنقلب. شايفين اول ما حطينا المية بدأ ياخد لون على طول. هنقلب كل كده كميات الترمس في الالوان بالشكل ده. حابة تدوب اللون الاول قبل ما تضيف الترمس برضو تمام. بعد كده هحط على كل كمية حوالي معلقة كده من الخل عشان اللون يثبت معانا. جبت هنا بولة كمان وحبيت اعمل لون تاني، فحطيت اخضر على اصفر. يعني الاول انا حطيت اخضر واحمر، هنا حطيت اخضر واصفر، بس ما فرقش كتير، يعني اداني اخضر فاتح والاخضر السادة اداني لون غامق. هسيب الاطباق دي كده شوية وهنشوف هنعمل في باقي الكمية ايه. جبنا هنا برطمان تاني وخدنا باقي كمية الترمس اللي اتبقت معانا في الحلة، صفيناها من المية، وبعد كده هعبيها في البرطمان. تمام، هعبي كل الكمية كده. الكيلو خلاص خلص معايا. هضيف عليه برضو مية بملح. المية هنا مدوبة فيها الملح، والمية مغلية ومبردة. وحطيت عليه كمان شرايح ليمون، وده بقى كده بيجي الترمس العادي المملح اللي احنا بنعمله في كل البيوت زي كده امهاتنا زمان. تمام، بيجي معايا كده 3 انواع من الترمس، بالامانة احلى من بعض. هنا الالوان دي انا هسيبها في الاطباق كده حوالي نص ساعة بس، يعني غيبي كده كل 10 دقايق وقلبيها عشان الالوان كلها تاخد لون واحد. شايفين الاخضر الفاتح ده اللي هو اخضر على اصفر، والاخضر السادة ده اللي هو اللون تقريبا الاورنج يعني. تمام، يعني هو الاورنج والاحمر والفوشيا كانوا لون واحد. اللون ده الصراحة خطير، اللي هو اللون الباذنجاني طلع معايا من الاخضر والاحمر. ده اللون اللي هو الفوشيا، وده كمان اللون اللي هو الاحمر. يعني الوان حلوة جدا. وانا كنت واخدة كده حبة على جنب، حطيت منهم اخضر على اصفر اداني بني، بني فاتح. يعني الالوان المتاحة عندك اعمليها. خدناهم كده تحت الحوض وشطفناهم مرة واتنين وتلاتة. اللون مسك فيهم، ما تخافوش مش هيطلع في ايديكم تاني اهو. وبالامانة كده شكله تحفة. تعالوا نقدم مع بعض الترمس بأحلى بقى طريقة. هناخد من البرطمان كده اللي هو فيه الدقة ده، بالأمانة بيتاكل بقشره وبميته. هتاخدي كده حبة من الدقة وتحطيهم عليهم كده بالمنظر ده. وكمان هتطلع كمية الترمس اللي انت عايزاها. بعد ما تطلع كمية ما ترجعيش ترجعيها تاني في البرطمان، خلاص تخلصيها وتاخدي كده بمعلقة ناشفة كده. البرطمان هيعيش معاكي بالأمانة حتى أسبوع. ولازم تشيلوه في التلاجة لو الجو عندكم حر. لو الجو بارد سيبوه عادي، مش هيحصل له اي حاجة بره. رشة كده شطة او بابريكا على الوش وشريحة ليمون، واحلى ترمس ممكن تاكلوه. بعد كده الملون ده بقى، يعني ممكن تشكليه كل لون لوحده وتقدميه كل لون لوحده، او تحطي من كل الالوان كده مع بعض
وتقدموها بالشكل ده يديكي منظر الشيكو بون. بس طبعا حاجة بقى مفيدة، ترمس مفيد جدا بالأمانة كده خطير. هتقدموه بنفس الطريقة وهتحطيه بقى في الأطباق بتاعتك أو في البولات وتديه لأولادك. بالأمانة خطير، هيفرحوا بيه. وكمان لو عندك ضيوف وأولاد ضيوفك يعني حاجة كده هتشرفك. باقي الكمية بتاعت الترمس الملون ممكن تقدميها كده زي ما قلت لكم لوحدها بالشكل ده. شايفين المنظر؟ يعني انتوا بقى هتزينوا الشكل زي ما انتوا حابين. بالامانه 3 طرق احلى من بعض التلاتة. اعملوهم وجربوهم. اللي ما عملش الترمس قبل كده ايام العيد وشم النسيم بالطريقه دي يعملها، وان شاء الله بالامانه كده هيدعي لي. طعمه مميز ومختلف. هتحس انك اول مره تاكلوا ترمس. بالامانه كده خطير. ده كان فيديو النهاردة. وممكن تقدمي كمان الترمس بالشكل ده، يعني تخلطي كده الألوان كلها مع بعض، فادتك كده لون الشيكوبون بس طبعا بالترمس. وأنا في الآخر طبعا يعني مش هخلي الترمس كده هينشف، فهو كمية كبيرة، فأنا حطيته كله مع بعض. وكمان حطيت له المية بالملح وعصرت عليه ليمون. شايفين؟ بالأمانة كل الألوان اهي مع بعض قعدت عندي يومين بنفس الشكل، ولا اللون غير ولا اي حاجة. بس هو طبعا الاولاد ما خلوهوش، يعني في يومين كانوا مخلصين والحمد لله. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تدعولي. احلى ترمس ملون واحلى ترمس بالدقة والترمس العادي المملح، التلاتة احلى من بعض. وكل سنة وانتم طيبين. الوان مبهجة هتفرح الاولاد كده على شم النسيم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديوهات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، يعني كده تفرحوني بكومنت حلو ودعوة حلوة منكم. وكل سنة وانتم طيبين. أشوفكم على خير. باي باي.